الخير حبايبي، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ شو أخباركن؟ اليوم فيديو اللي عندي مولى الطبخ، فيديو مختلف عن الطبخ. صرنا ساكنين بهالبيت 7 سنين. وقتها كنا جايين جديد واخذنا البيت يعني مو مكسي، ما حيطين، ما فيه مطبخ، ما فيه شيء ما فيه نيونات عفوا. فنحن رحنا اشترينا هذا المطبخ. بعد شهر ونص اجانا المطبخ، بس وين الملاحظة ما جبنا غزل من فوق، لاني كنا مستعجلين وجايين جديد وما كنا نصدق نسكن في البيت. حطينا هالرفوف من وقتها، يعني هي رفوف قلنا هيك نحطهم شكل حلو مثل ايام زمان. هالرفوف شوفوا، فجبنا بس غزل من تحت. طبعا المطبخ بيجي معه الفرن، نحن وصينا عليه وغاز والجلاية معه. حبيت اليوم اصور لكم هذا الفيديو. وهاي انا الصالون مع المطبخ، يعني المطبخ مو معزول عن الصالون. فرحت بعد 7 سنين حبيت اجيب غزل من فوق، في غزل من تحت بس حبيت اجيب غزل من فوق. وصينا على غزل من شهر ونص، وهلأ شي يومين دا يجونا الغزل، نركب الغزل. حبيت اخذ رأيكم كمان، وشوفوا انتو كمان اذا عندكم اي ملاحظة قولولي بالتعليقات. ان شاء الله رح نزل لكم الفيديو بس يجي الغزل. واركب الغزل بدي ادهن الصالون، وجايبه ورق جدران لحوالين المجلة من تحت. منركب الغزل بعدين منلزق الورق الجدران، منلزقه فوق هذا. شوفوا طبعا هذا بده شي يومين 3 ترتيب ودهين الصالون وترتيب وتركيب الغزل وورق جدران. هاي خلصنا من المطبخ، ان شاء الله رح يطلع حلو ويعجبكم ذوقي. هاي عندي انا الصالون، هون طاولة الاكل. تفضلوا عم نشرب قهوة، تفضلوا نشرب قهوة سوا. هاي طاولة الاكل وهي الصالون كمان. ما بعرف، عم بفكر اغير الديوانة كمان لاني صايرة كتير ديوانتي عريضة وكبيرة. هاي بتصير تخت كمان مشان اذا اجانا ضيف. طبعا بدي ادهن الصالون كمان. هاي الصالون عندي، هاي السداجة اللي مثل ايام زمان، ايام حلب كنا نجيب سداجات سندوس ونمدن. انا كتير بحب هالسداجات. وهي هون عندي زرعاتي، وهي المجموعة هدول احفادي الله يخلي لكم اياهم، يخلي لي اياهم كمان. عندي صبيين وبنت احفادي هدول. انا كتير بحب الخضار جوات البيت. طبعا الصالون مو غرفة النوم، الصالون. هي مجموعتي، ان شاء الله يعجبكم الترتيب. هلا رح افرجيكم قبل ما ادهن وقبل ما اغير شي بالصالون، وبعد ما اخلص برجع بنزل لكم فيديو تاني. مين بتذكر ايام زمان؟ هاي القلعة هاي اجتني هدية، وفيها صابون غار، صابون غار من الكويس. شوفوا هاي صابون حلب، على ايام حلب، على ايام الصابون. شوفوا اي والله ريحتهم بالشهي. انا هيك بحطهم بالبيت مشان تطلع ريحة الغار في الجوات البيت. ريحتهم بتشهي عن جد، كتير طيبة ريحتهم. هاي هيك الصندوقة، هاي قلعة حلب. شوف هاي القلعة ما أحلاها، مرسومة عليها قلعة حلب. وهاي الشمعة كتير ريحتها كويس. شوفوا الشمعة ما أحلاها،
إذا شعلتوها بتعطي روايح غير شكل لبيتكم. هاي تبعت البخور. هذا هو صالوني متابعيني. فشي يومين راح يجيني الغزل وفرجيكم بعد ما نخلص الصالون ونخلص المطبخ. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. حبينا هيك نغير شكل. هي اول مرة انا بصور بعمل فيديو مثل هالفيديوهات، اول مرة بعمله. ان شاء الله ينال اعجابكم، ومنشوف بالتعليقات اذا عجبكم ولا لا. رح فرجيكم الجو اليوم عنا. اليوم 16/12. شوفوا مغيمة، اكيد رح ينزل ثلج، من قبل في ثلج. شوفوا لي هالجبال ما احلاهم منظر، كتير حلو. حبيت اصور لكم هيك مقطع من عند بيتي لاني اجاني الغزن المطبخ. رح فرجيكم غزن المطبخ. لسه هن بالكراتين، حطيناهم على البلكون شوي لبين ما ندهن الصالون مثل ما قلت لكم. حبايبي الواحد شوي يغير شكل اذا في امكانية، يعني الروتين بيجيب الملل، بيجيب اليأس. حاولوا ست البيت هيك شوي تغير من شكل البيت، تغير ديوانة مثلا، هيك شغلات. وهدول الغزن اللي اجونا هنين بالكراتين لسه. طبعا ان شاء الله بس نخلص دهين بنركب، وبعدين روسلين رجعي لورا ماما. هاي بنتي تتفرجيكن بلوزتها. راح فرجيكن هدول كمان ورق الجدران اللي وصيناهم، هيك بيجوا بالكراتين. شوفوا طبعا كتير حلوين مثل المرمر شكلهم. هذا هو شكلهم مثل المرمر، بتلزقوا هيك جنب بعضهم. ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله رح يطلع حلو. الله لا يخجلنا. وصيناهم على الامازون هذول بعد اسبوعين اجانا. طبعا هدول 4 كراتين، يعني كل كرتونة فيها 12 وحدة. شي 64 قطعة. هدول 64 قطعة، لاني بس من تحت الغزن بدنا نلزقون حوالين المجلة. خليكن معنا لاخر الفيديو. طبعا مثل ما قلت لكم رحنا لعند مطرح ما اشترينا المطابخ من 7 سنين، اعطيناهم اسمنا شكري مختار، ففورا على الكمبيوتر طلع اسمنا بعد 7 سنين. تخيلوا طلع اسمنا وطبقونا على الكمبيوتر الغزن اللي فوقن شلون راح يصيروا شكلهم، فرجونا شلون الشكل راح يطلع على المطبخ، ووصينا وجبناهم. عن جد يعني شوي غاليين بس كتير حلوين راح يطلعوا ان شاء الله. ان شاء الله راح يعجبوكم. هلا متابعيني رح فرجيكم كمان الجو عنا ما شاء الله على هالتلج. اللهم صل على النبي. شوفوا هالجبل ما احلاه، هو وابيض لونه.
رح فرجيكن هلا خلصنا دهين الصالون وركبنا الغزل، بس لا تعيبوا علينا، دنيتي قايمة وقاعدة. طبعا بدي يومين 3 لأرتب وأنظف، أحط كل شي محله. شوفوا هالبلكون، الميكرووايف، السداجة، القلاية كلها برا. طبعا هذا بلكوني المتواضع. هلا بفرجيكم الصالون، ما شاء الله ما في احلى من الدهين عن جد. يعني هذا الدهين كتير كويس. شوفوا لسه ما علقنا الاغراض، خلصناه من الدهين. كتير حلو. يعني الواحد إلا ما يجدد ببيته أو يغير. وهدول الغزل أعطوني رأيكم. طبعا لسه كل شي مكركب. كتير بحب هذا اللون أنا مع الفضي. مثل ما قلت لكم لسه ما نظفنا، ما مسحنا لسه. حبيت هيك أفرجيكم لمحة سريعة. عن جد تعبنا كتير، بس بالنهاية الواحد برتاح. لسه بدي انظف واعزل، بدي يومين مثل ما قلت لكم اغراضي والبلور كلياته بالاراضي. فرجيكم الغزل من جوا، هدول من جوا. عبال عندكم كمان انتو كمان هيك تجددوا وتدهنوا بيوتكم. كتير حلو الدهين. انا بحب الدهين اكتر من التعزيل. حتى وقت كنا بسوريا بدل ما نعزل كنا ندهن. طبعا سوريا كان دهين زياتي، بس هون الدهين كتير كويس. صحيح مو زياتي بس كتير حلو. هاي هيك، هاي هيك. شوفوا في وحدة صغيرة كمان هون. هاي للبهارات، غزينة البهارات هاي. رح جيب هون في فضاوة، في غزينة هيك صغيرة بس من دون باب مثل رفوف، رح احط فيها مناظر. هدول جبتهم اشتريتهم، بدي مدهم جوات الغزن مشان الصحون والكاسات ما يزحلقوا، يكون مسحهم سهل. شوفوا هدول بيجوا هيك كتير مناح. اللي بأوروبا بنصحهم يمدوهم بالغزن. رح مدهم هون هيك بالأرضية هيك، وهون وفوق مشان نحط البلور اللي طالعناه من الغزل. شوفوا منظرش قد بطلع حلو. وشو ما حطيته يعني شقفة خرقة هيك تمسحوها بينضاف، مشان الغزل من تحت ما يتأحوط. عرفتوا شلون؟ ونحن نمد هون ونمد هون. شوفوا لي بقى هدول كلهم غسلتهم وجهزتهم. واحد اذا بده يدهن بيت او بده ينتقل يصير عنده نقلة او تعزيلة، بيطلع عنده كومة بلور وبيضل الانسان بحاجة لاغراض. شوفوا بقى الطاولة عندي ملانة، اللهم صل على سيدنا محمد. هدول كلهم نضاف، غسلتهم ومجهزتهم. هلا بدها تجي بناتي، بده يجوا بناتي يساعدوني بترتيب الغزل. وطبعا رح اعملكم فيديو اذا خلصت الغزل ورتبت البيت، رح افرجيكم الشكل النهائي للغزل. ان شاء الله يعجبكم ذوقي وترتيبي. صلنا يومين عم نشتغل بهالمطبخ وهالصالون. المطبخ كتير انا بتعذب فيه وكتير بياخد وقت. يعني المطبخ فيه نواعم كتير، وبدك ترتبي الغزل، وبدك يعني كتير بده شغل عن جد. فادعوا لنا ان شاء الله موفقين، نشوف ايش بدنا نعمل بقى. هلا بده يجوا بناتي اثنيناتهم يساعدوني. خليكن معنا لاخر الفيديو. ما شاء الله طالع كتير كتير حلو عن جد، مثل السيراميك اللي كنا بسوريا نحطه للحمامات للمطابخ. شوفوا هذا بيجي لزق وما بياخد مطرح كمان.
بس للأسف خلص عنا. شوفوا بقياني هالشقفة. رح نوصي علبتين كمان. جبنا 4 علب ورح نوصي علبتين، بيصيروا 6 علب ان شاء الله. نلاقي من نفس اللون ونفس القياس. ما شاء الله صالح خيلة. بقيان عنا هدول 2 3 بس ما بكفونا، رح نرجع. وكتير كتير سهلها متابعيني، يعني اذا انتم بتحبوا هيك تغيروا شكل من مطابخكم كتير حلو ورخيص مو غالي كمان. حاطه الكوسه والمحشي، رح ساوي محشي. شوفوا هالكوسيات ما احلاهم طالعين هون. خلص شوفوا ما شاء الله. رح جيب شريط لمبات ضويوي هيك احطهم من تحت مثل الليزر، احطهم لاني ما عم بيعكس الضوء. اذا بدي اطبخ، اذا بدي اصور فيديو ما عم بيعكس، ضروري اجيب هيك شريط طويل. لمبات كتير حلو بيطلع شكله حلو. ان شاء الله يعجبكم هالفيديو. لسه ما خلص، بس نخلص نفرجيكم النتيجة النهائية. عم بساوي زورات، عفوا ليمون وزنجبيل. تفضلوا اشربوا معي. القريب هلكنا، ذاتي عنا تلج. لازم كل يوم واحد يشرب فيتامين سي، اذا كان برتقان او جريفون او ليمون. ضروري الواحد كل يوم ياكل مشان يحمي حاله من القريب، من الرشح، من الكورونا. الله لا يمرضكم يا رب. خليكن معنا لآخر الفيديو. صباح الخير متابعيني، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله كلياتكم بخير. حبيت هيك اصور المطبخ. هي اخر فيديو. خلصنا دهين الصالون وخلصنا المطبخ كله الديكور. شوفوا ما احلى صار. اعطيني رأيكم انتو كمان اذا عجبكم الفيديو، لاني رأيكم كتير مهم بالنسبة لإلي. ان شاء الله يعجبكم وينال اعجابكم يا رب. يعني الروتين بالحياة كتير شغلة صعبة، لازم الواحد يغير الروتين طبعا حسب امكانيات. يعني مو شرط الواحد يكون معه مصاري لحتى يغير روتين. بأي شغلة واحد بغير روتين، بشغلة بسيطة الواحد بغير روتين. مثل ما قلت لكم هدول الغزن اولي كان عندي. هدول الغزن اول ما سكننا بالبيت. طبعا نحن اخذنا البيت على الخريطة، كانوا عم بعمروه جديد. كنا مستعجلين. اخذنا المطبخ هيك من تحت طبعا مع الجلاية والفرن وكل شيء. وقت اللي بعدين ركبنا رفوف قلنا نغير شوي، نجيب هيك غزن، نوصي غزن. وصيت على هالغزن. طبعا نحن طبقنا اللون كتير. هاللون بتبع على لون الفضي. انا كتير بحب هاللون الغزن. المطبخ كتير حلو. طبعا الواحد حسب شو ما بيحب يجيب لون الغزل. انا كتير بحب الانتيكة كمان. بحب هيك احط هالصمديات النحاسات. هالانتيكة كتير بحبهم. وهالضويبي كمان طبعا حطينا هالاضاءة كمان. هاي الإضاءة في إلها جهاز صغير، هذا هو جهازه. وفي موسيقى كمان إذا حبيت ست البيت هي وعم تطبخ تشعل هيك تروق شوي نفسها مشان تطلع مع الطبخ أطيب وأطيب. وفيها تغير اللمبات كمان، إضاءة اللمبة حسب ما بتحب. هلا راح افتح لكم الغزل تشوفون الترتيب. اجت بنتي الكبيرة رتبت لي الغزل. والله الله يعطيها العافية ويعطيكم العافية. وهذا طرف الثاني كمان.
تفضلوا اشربوا قهوة، عاملة قهوة مرة. وهذا مثل ما هلا انا بدي انزل الفيديوهات كلياتها على القناة اليوتيوب. هاي مثل المرمر، بس بيجي هيك قوالب بتلزقيهم كتير سهلين، وطبعا كتير مسحهم سهل. يعني ايش ما بتطبخي شلون يعني بتمسح هيك بخرقة فيها هيك شوية مي، طبعا ما تندي الخرقة كتير، بس هيك تمسيحة ونشفي. كتير كتير سهل هاي تنظيفه. اهم شي هون جنب الغاز، اذا ما كان التنظيف سهل، هاي غزينة البهارات، هاي خصوصي للبهارات. طبعا نحن ما بنحسن بلا البهارات. وهي نحاسات من فوق الغزانة. يعني الواحد وقت اللي بطبخ بكون كل شي تحت ايده سهل. وهي القلاية الجديدة لسه ما استعملناها غير مرة واحدة. حبايبي خليلي عينكم، لا تنسونا من لايك والاشتراك، ودعمونا شوي، نحن فيكم بنكبر. خليلي اياكم يا رب، لا يحرمني منكم. استنونا بفيديو جديد، اكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبكم ذوقي، ان شاء الله يعجبكم. لنشوف تعليقاتكم الحلوة، وانا متأكدة انتو حلوين وبتستاهلوا كل خير. باي باي، بفيديو جديد وطبخة جديدة.